الحلقة دي يا جماعة عبارة عن رد وتوضيح للأستاذ الفاضل اللي علق لي على الفيديو اللي أنا عملته بتاع المرة اللي فاتت، اللي هو عن قصة المداح الحقيقي، وهو قصة الساحر التائب داود محمد فرحان. استاذ عصبي اف ام زي ما شفتوا كده في بدايه الفيديو، هو قال ان المسلسلات في مصر بتمجد الدجل والكفار والدجالين والكفار وكده، والاسلام في خطر، اعوذ بالله. بص حضرتك، انا هقول لحضرتك حاجه بس هوضح مش اكتر. اولا حضرتك لو من مصر، انت حضرتك استحاله تقول الكلام ده، لان اكيد هتبقى عارف ايه المسلسلات في مصر عمرها ما مجدت لا الدجالين ولا الكفار ولا الناس دول ابدا ابدا، وهوضح لك ازاي. اما حضرتك لو مش من مصر يبقى هوضح لك الحقيقه، لان انت كده متبقاش عارف المسلسلات في مصر بتتكلم عن ايه. اول حاجه، انا لما عملت الحلقه اللي فاتت دي وعايزه اوضح لك بس حضرتك حاجه، يا استاذ عصبي بلاش تبقى عصبي كده علينا وخد الكلام واحده واحده. حضرتك المسلسلات في مصر عمرها ما مجدت الدجالين ولا الدجل ولا الكفار ابدا، بدليل ان انا في الحلقه اللي فاتت، ولو تابعت اي مسلسل او اي فيلم اتكلم عن الدجل والدجالين والسحر وبتوع السحر والاعمال وكده، بيوضح لهم ان هما فئة كدابة. يعني كل الافكار او كل الافلام او المسلسلات لما بتعرض الفئة دي من الناس، دول بيعرضهم ان هما كدابين، وعلاج او التصدي للجن والحاجات دي والاسحار، وزي نحصن نفسنا بذكر الله والقرآن الكريم. وده اللي انا قلته، وحتى الافلام والمسلسلات اللي انت حضرتك بتذكرها قالت ووضحت كده. فحضرتك ممكن مش واخد بالك، لو انت حضرتك مش من مصر يبقى فعلا حضرتك مش عارف حاجه وما تعرفش المسلسلات في مصر، ما تاخدش عينه. واكيد انت ما اتفرجتش عليها كويس، لان هم موضحين ان هم كلهم كذابين وكلهم بيستعينوا والعياذ بالله بالشيطان علشان يبقوا خدامين، مجرد خدامين وعبيد ليه، وهم بيبقوا زي دخلوا في مرحله الكفر. بس احنا يعني بنوضح ان هم كله كذب، يعني اللي بيقولك ده روحاني وكده، كل ده في المسلسلات وفي الافلام بنبين للناس ان هما كدابين. بالعكس، لو المسلسلات والافلام ما سلطتش الضوء على السحر والدجالين والمشعوذين والحاجات دي، الناس هتنساق ليهم اكتر، زي ما كان زمان بينساقوا ليهم وفي بعض الناس بينساقوا ليهم في الوقت الحالي. لا، ده بالعكس، ده هم هينساقوا ليهم اكتر. فلازم علشان نحل مشكله او نوضحها اكتر ان احنا نسلط عليها الضوء، ولازم نحلها ونبين حلها ايه، ونبين ان الفئه اللي ماشيين في الاتجاه ده، حتى اللي ماشيين في اتجاه الصحراء وبيروحوا لهم وبيقتنعوا بيهم، دول بيخشوا والعياذ بالله في ناحيه الشرك والكفر. فطبعا فده بس حبيت ان انا اوضحه لك. فعمرنا لا المسلسلات في مصر ولا الافلام اللي تعرضوا للفكرة الدجل والشعوذة والسحر والحاجات دي ان هم بيمجدوا ايه، لا طبعا، ده بيسلطوا الضوء علشان يكشفوا ويفضحوا العينة دي، وبيقولك العلاج ايه، ان انت تحصين نفسك من كل حاجة بذكر الله والاذكار والقرآن الكريم بس. ف وبيوضحوا للناس قد ايه هما كدابين وبيضحكوا عليكم، واتجاه غلط، عشان والعياذ بالله محدش ينزل عليه غضب ربنا. فازاي تمجيد حضرتك واخدها ازاي؟ يعني انت لو من مصر انت برضو لو بتفكر التفكير ده يبقى غلط، واوضح لك. ولو بره مصر برضو وضحت لك وبينت لك الحقيقة بس. والاسلام عمره ما هيكون في خطر، عمره ما هيكون في خطر، يعني لا زمان ولا دلوقتي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، عمر الاسلام ما كان في خطر ولا هيبقى في خطر ابدا. لما بنسلط الضوء على مشكله يبقى معناها مش بنمجدها ولا ان احنا بننصر الفكره دي، ولا بنقول للناس روحوها ولا مش وراها، لا، بنفضحهم، بمعنى ادق بنفضحهم، بنكشفهم، بنبينهم. حتى اللي يقولك ده روحاني وروحانيات، كل ده في مجال السحر، وبيفضحهم ويقولك دول نصابين. نصابين، ايوه، وده اللي وضحته في الفيديو.
ممكن بيبقى واخدين عدة بخور ومذبحة ومش عارفة ايه، عدة نصب، وده ذكرتها. خد بالك، اسمع الفيديو بتاعي تاني واسمعه للآخر، وركز في الأفلام والمسلسلات المصرية. أكيد هيبين لك عكس تفكيرك، صدقني. أنا بس حبيت أوضحها، لأن أنت شكلك عصبي، أستاذ عصبي اف ام، فخدت الفكرة كده من بره ومركزتش فيها كويس. بس حبيت اوضح لحضرتك ولاي حد فعلا ممكن يبقى فكرته زي فكرة حضرتك. بس رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين، وعمر الإسلام ما كان في خطر. حبيت أوضح لك أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ورمضان كريم، وكل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله الحلقة اللي جاية يا جماعة حلقة يعني مش قادرة أقول لكم، جهزوا نفسكم كده وقووا نفسكم، والحلقة اللي جاية جامدة جدا. متنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايك. والحمد لله المشاهدات، برغم ان القناة لسه جديدة، الحمد لله مشاهدات حلوة قوي، والأعضاء في ازدياد، والمشاهدات في ازدياد، فده بفضل الله طبعا، وبدعمكم ومساندتكم ليا. ما تنسوش اللايك المتين، وان شاء الله هيجيلكم. والله العظيم انا محضره شويه قصص كلها حقيقيه، عشان محدش يقول لي دي تخريف ولا بتخرفي ولا انت بتقولي فانتازيا وبتالفي. لا، عمري ما بقول تاليف. صدقوني القصص اللي هي جامده جدا جدا. بس والحلقه اللي جايه برضو جامده. متنسوش الاشتراك في القناه وعمل لايك. نتقابل في الحلقه اللي جايه. رمضان كريم.